المغرب يتوقع أيضا أن يتسارع النمو الإجمالي من 1.2% سنة 2016 إلى 4.3% السنة الحالية، قبل أن يتقلص إلى حدود 3.1% السنة المقبلة. نمو تأثر بشكل مباشر بنتائج الموسم الفلاحي الذي يتوقع أن يصل إلى 96 مليون قنطار. هذا سينعكس بصفة إيجابية على القروض اللي تتمنح البنوك، اللي هي الآن بدأت تتصاعد. كنا في حوالي 3 إلى آخره، دابا طلعنا 4.5 باش نطلعوا من 2018 ل 5%. ثم على أنه بالنسبة للتحسن اللي كاين فيما يخص الحسابات الخارجية، ولا سيما في العجز ديال الميزان الأداءات. مؤشرات المالية العمومية تفرز من جهتها عجزا بقيمة 26 مليار درهم على مستوى تنفيذ الميزانية، أي تراجع بمعدل 4.7 مليار درهم، عكس الميزان التجاري الذي تفاقم بنسبة 4% نتيجة ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 30%. بالرباط دائما تم اليوم توقيع اتفاقية بين المغرب ومجموعة إيطالية متخصصة في إنتاج مكونات السيارات. الاتفاقية تتعلق بتشييد مصنع بطنجة متخصص في هذا المجال باستثمار إجمالي يناهز 37 مليون أورو. أحمد بن خديجة وأمين الشرقاوي. يندرج هذا المشروع الذي وقعه كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العالمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ورئيس المدير العام لمجموعة إيطالية لإنتاج مكونات السيارات، في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي يسعى إلى خلق مهن جديدة بهدف تدعيم سلسلة القيمة لقطاع السيارات وتمكين الموردين من التزود من مصنع طنجة. هذا اليوم مهم جدا بالنسبة لمجموعتنا، وأنا فخور بالعمل مع المملكة المغربية لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للبلاد، والمتمثل في تطوير قطاع صناعة السيارات. وبالنسبة لمجموعتنا يمثل افتتاح مصنع إنتاج بالمغرب فرصة لتوسيع أنشطتها في المستقبل بإحدى مناطق البحر الأبيض المتوسط التي تزخر بالعديد من المؤهلات التي تستجيب لمتطلبات واحتياجات مجموعة من الزبناء الرئيسيين الذين قاموا باستثمارات هامة بالمنطقة.